مع اتصال هاتفي الحقيقه يعني هذا الخبر احصائيه جميله جدا بعتها لنا زميل عزيز ومدير موقع فوتبول داتابيز، ومعانا دلوقتي على الهاتف الزميل احمد مختار. اهلا بيك استاذ احمد. اهلا بيك كابتن طارق. الحقيقه انت بعت لنا احصائيه جميله جدا بشكرك عليها، فيها عدد كبير من اللاعبين الافارقه لعبوا كام مباراه وشاركوا بالظبط كام دقيقه وسجلوا كام هدف، لكن الاجمل من ده ان انت بعت احصائيه قلت ان بوبا النيجيري لاعب اتحاد الشرطه هو هداف اللاعبين الافارقه في الجيل الحالي لانه سجل 42 هدف. بوبا هو فعلا يعني بوبا 42 هدف. طب وبابا اركو كام استاذ احمد؟ بابا اركو 41 هدف. 41 يعني بوبا 34 هدف. ده 34 ده مين؟ فلافيو؟ فلافيو. بس يعني هنقول ان الجيل الحالي كان في منافسه ما بين بوبا وما بين بابا اركو وما بين فلافيو، بس فلافيو مش موجود في الدوري المصري دلوقتي. ادي بوبا اهو. يعني فلافيو وبابا اركو وبوبا من اللعيبه الافارقه اللي استمروا في الدوري المصري وما زالوا بيلعبوا سواء في الدوري المصري او خارج الدوري المصري. بوبا عندك احصائيه الاهداف اللي سجلها تفصيلا ازاي؟ عندي دلوقتي. اتفضل. هو ابتدى في رجلي الدوري المصري مع فريق اسمنت اسيوط. ابتدى موسم 2005 2006 وسجل 6 اهداف. 6 اهداف. الموسم الثاني 2006 2007 مع المقاولين سجل 8 اهداف. ايوه. استمر مع المقاولين الموسم اللي بعده سجل 3 اهداف. ايوه. ومع انبي لعب نص موسم 2008 2009 سجل 3 اهداف. ايوه. انتقل من يناير 2009 الى الشرطه وجاب معاهم في اول 6 شهور هدف، وبعد كده خد هداف الدوري في موسم 2009 13 هدف. الو؟ طيب اتقطع الاتصال، لكن هو قال لنا معلومه مهمه جدا. بوبا هو هداف اللاعبين الافارقه في مصر في الجيل الحالي، لانه في كمان في الجيل القديم هقول لكم مين اللي سجل اهداف ربما تفوق بوبا، لكن دي معلومه مهمه زي ما احنا بنهتم انه الهداف العام للدوري المصري الشاذلي وحسام حسن ومصطفى رياض، فالهداف العام للدوري المصري من اللاعبين الافارقه او هداف اللاعبين الافارقه في الدوري المصري في الجيل الحالي هو بوبا نيجيري 42 وبابا اركو طلائع الجيش 41. دي مجموعه من الاهداف لبوبا، لكن اشهرها كان في مرمى الاسماعيلي سجل هدفين، كان الاسماعيلي كسبان 1-0 وفي اخر 4 أو 10 دقائق بالظبط تحديدا بوبا سجل هدفين وخرج بيهم اتحاد الشرطه فايز 2-1. على فكره اللاعبين الافارقه مؤثرين جدا ولعبوا دور كويس، بس لو تم اختيارهم بشكل جيد زي ما بيحصل مثلا في الانديه التونسيه كتير جدا بيستفيدوا بهذه الصفقات وبيكسبوا فيها جدا كمان لما ينتقلوا لانديه اخرى. طيب تعالوا نتكلم على الجيل القديم. في مين في الجيل القديم ممكن يكون بينافس بوبا ويتخطى الرقم بتاعه؟ كان عندنا في النادي الاهلي فيليكس، وكان عندنا لاعب اسمه تشيرنو طبعا كان لاعب في نادي القناه والاتحاد السكندري. هذا اللاعب سجل كم كبير جدا من الاهداف، وعايز اقول ان تشيرنو طبعا هو من سيراليون، منساري تشيرنو، ولاعب طبعا كان مميز جدا في 2003 و2004 و2005 وكان هداف الاتحاد السكندري وكان كمان هداف نادي القناه لما لعب في نادي القناه. تشيرنو كمان لعب في النادي الاهلي موسم بس ما شاركش غير بدايه محدوده، ما كانش لعيب اساسي، لكن اعتقد ان تشيرنو اهدافه كمان ممكن تكون تعدت النيجيري بوبا. يبقى اذا المعلومه اللي قلناها النهارده ان بوبا هو هداف النجوم الحاليين الافارقه في الدوري المصري برصيد 42 هدف، يجي بعديه بابا اركو من غانا 41 هدف. كمان احمد بعت لنا احصائيه قال ان بوبا لعب 30 مباراه. طيب معانا رجع تاني على الخط احمد معايا؟ ايوه. طيب تشيرنو عندك احصائيه سجل كام هدف تحديدا ولا لا؟ هو تشيرنو يعني في العشرينات، تمام، لان حاجه و20 هدف، بس الاحصائيه دي مش مؤكده، وانا بتكلم على اللعيبه اللي لسه بيلعبوا اللي هم بوبا وبابا اركو وفلافيو، هم دول الاكثر تهديفا. في فيليكس كان في التسعينات برضه ما جاب في المجمل مع النادي الاهلي 47 هدف و5 اهداف بس مع النادي الاهلي. بس فيليكس لعب في كاس مصر ولعب في دوري ابطال العرب وفي افريقيا يعني في كل البطولات يعني. فهتلاقي انه برضه اهدافه في الدوري هتلاقيها برضه يعني 30 32. طيب انت كمان في احصائيه بتقول انه بوبا شارك في 30 مباراه مع الشرطه في الدوري ولعب 2390 دقيقه، ومنساه ويليام ونساه من دجله شارك في 30 مباراه ولعب 2577، وبوربن اترام 29 مباراه. هذا الموسم
ده بالنسبه للموسم الحالي ده في الدوري بس. في الدوري بس. بشكرك جدا يا احمد، واحصائيتك بتبين انه الاجهزه الفنيه اصبحت بتعتمد بشكل كبير جدا على النجوم الافارقه. يعني لما بوبا يلعب ال 30 مباراه مع اتحاد الشرطه يبقى لاعب متميز جدا، ولما ويليام منساه في دجله يلعب نفس الشيء 30 مباراه يبقى ايضا نفس الشيء. جودوين اترام يلعب 29 مباراه، يعني طبعا اعتقد ارقام بتبين اهميه اللاعبين الافارقه في السنوات الاخيره. الحقيقه احصائيه جميله، وان شاء الله كل اسبوع هيكون عندنا احصائيه كده برضو عن اللاعبين الافارقه في الدوري المصري. هروح لخبر الحقيقه